عندك مشكل مع الطليه؟ ارواحي نعطيك وصفتي اللي نعتمد عليها في لي كوموند ديالي تخرج تبرق وتبقى طريه لمده طويله. قبل ما نعطيكم كامل هاد الاسرار ما تنساوش ديروا جيم وتحتفظوا بالفيديو راكم رايحين تصيبوه. السر الاول هو العجين، والسر الثاني هو هذا لوكا. بيان سور تقدروا تعجنوها بيدكم بصح راكم رايحين تتعبوا. هنا واش عندنا كيله تاع بياض بيض وكيله تاع ماء الزهر، وعندنا نص كيله تاع زيت ونص كيله تاع عصير ليمون لازم تكونوا صفيتوه. وباش تجيكم الطليه تاعكم ناصعه البياض زيدوا مغرفه تاع ملون ابيض. وكيما شفتوني غربلتها، لازم تغربوا كلش، خلطوا الكل مليح وشعلوا الباتور تاعكم على فيتاس 1 ولا 2 ما ديباسيوهاش، وتبداو تزيدوا سكر غلاس تدريجيا. هنا ملاحظه سكر غلاس تانيك لازم يتغربل، والبياض البيض تقدروا تعوضوه بالحليب، يعني تنحي الكيله تاع البياض البيض وديروا كيله تاع حليب. دوكا وقتاش نحبسوا سكر غلاس؟ شوفوا كي تشوفوا لاباط تاعكم بدات تتقطع هكذا حب يقول هنا نحبس. والطريقه الثانيه هي انه ديري الطليه في يدك وتبداي تخبطي، وكيما توليش يدك ترانسبارونت معناتها سيب، على خاطرش لا كولور تاع يدنا هي القريبه لا كولور تاع لاباط. واهم حاجه بعد ما تكملوا كامل هذه المراحل تخلوا لاباط تاعكم تريح على الاقل ساعه. علاش؟ باش هذوك الفقاعات كامل يروحوا، وكي تطلوا الحبه تاعكم تجيكم بيان ليس. وضروري تغطوها بكيس بلاستيكي باش ما ديرلكمش هذيك الطبقه من. ان شاء الله تكون عجبتكم التدبيره تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.